الله طلعت رائعة، كمية كبيرة جدا ما شاء الله. بصوا هاخد كده شوية وارجع تاني احط بقية المكسرات واخلط، وهزود زيت لان لقيت الطحينة تقلت، فهزود شوية زيت. وهطحن برضو كمية المكسرات ديت، وبعدين اقلبهم كله على بعضه عشان ما يبقاش معايا جزء خفيف وجزء تقيل. ومش هتشتري الطحينة من بره تاني ابدا لو جربت الطريقة ديت. السوداني بيديها طعم جميل جدا. بصي بقى اهي، بصي ما شاء الله الطحينة نازلة اهي زي ما انتم شايفين، نعمت خالص خالص في الخلاط. وانا كمان لقيتها خفيفة شوية، فقلبت كام